ما هو مش معنى ان انا قاعد لوحدي جعان ومفيش حد، سابوني وطفشوا كل واحده راحت تشوف امها. طب انا هعمل ايه بقى؟ جعان. قلت لا، ما هو دي عيب ان الراجل يكون معتمد اعتماد تام على زوجته او والدته. نفترض ان احنا دلوقتي متعودين على الجبل ومتعودين على الغربه، فقلت بقى ايه، انا جعان بصراحه، ميت من الجوع، كله بقى سايبني لوحدي، وانا بقى ايه، جيت من الشغل بدري ومش عارف اعمل ايه. طب ايه الحل؟ اشتري اكل من بره؟ اكل ما بقاش مضمون وكمان غالي، ولازم نلم على نفسنا عشان ربنا ما يحوجناش لحد. فانا فكرت، قلت طب ليه ما اعملش انا اكل لنفسي صغير، انا مثلا عاملين لي فيها شيفات وستات بيوت، ما احنا برضه. وده نصيحه لكل راجل، لازم أن تكون عندك اعتماد على نفسك، لازم أن تعرف تسد لو حصل اي ظرف. نفترض ان رحت شغلانه وبيت كام يوم، هتاكل من بره فلوس كتير والضغط الدنيا بقى عالي، ولا لا، لازم أن نشغل مخنا ولازم أن نعمل، واعمل احلى اكل كمان وتحدي. وانا واثق ان انتوا هتشجعوني وهتقولوا تشجيع بروفيشنال. طبعا انا بقى بهدومي مش هغير على المطبخ وبتاع ده هي مره. فانا نسيت الاول اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كل الناس بخير وصحه جيده. اتمنى لكم التوفيق في حياتكم وبيتكم ومستقبلكم، وتكون السنه الجديده سنه سعيده عليكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، ربنا يديمها ايام جميله عليكم، واللي فات لو وحش ربنا ينسيه لنا، ولو كان حلو ربنا يدينا خيره في السنه اللي احنا فيها المقبله ان شاء الله. اتمنى بقى دعم، لايك واشتراك بقى، وعايزكم بقى تقولوا ايه انت خطير. وهعمل اكله رايقه وهوريكم احلى صينيه من ايديا انا بقى، عشان بس تعرفوا وكل ست بتعرف ان الراجل مش واقف بس على ست البيت، يعني ممكن برضه يعيش ويتعايش ويعمل اكل ويعمل كل حاجه. الرجاله بتنفع في اي مكان واي مجال، طبخ ولو روتين. ما هنفترض ان انا مثلا في شقه الشغل، في السكن بتاع الشغل، مش هوضب، هسيبه كده معفن وهذا انا عايش فيه؟ لا، هوضب برضه. فتعالوا اوريكم هعمل ايه. يلا بينا بقى اوريكم انا هعمل ايه، وان شاء الله هطلع مية مية وقد المسؤولية، وهعمل اكلة حلوة تكون مغذية وصحية، واوريكم بقى هنبدأ ازاي. بصوا كده مبدئيا انا قلت اما اشمر زي كده، عشان ايه؟ عشان المية والجاكيت، وانا اصل مش هقلق الدنيا ساقعة. وجبت ايه، 5 بطاطسات صغنطاطين كده، طبعا حطيتهم في المية شوية لما يبوشوا، تمام. وايه، وغسلناهم. ومجهز كمان بيض، شوية بيض بقى، نعمل شوية بيض بالبطاطس ومعاهم شوية حاجات كده حبشتكنات، وهوريكم الطبخة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. فاحنا ايه، نغسلهم ونحطهم في الصينية دي. طبعا احنا بنغسلهم بس ان كان فيهم تراب ولا حاجة، وكده كده لسه هقشرهم تاني اهو. الحاجة الشغل نضيف طبعا، ما يسيبش اي دليل ايه ورانا، عشان ما يجيش يقولوا ايه انت بتعمل وبتدهول ومش عارف ايه والكلام من ده. انا مش هسيب ايه دليل ورايا عشان ما حدش يتريق عليا. لكن في الشغل بقى، يعني في الشغل انا برضو معناش ستات بقى، وكلنا رجاله في بعض، فكلنا بنعمل نفسنا. ممكن يكون بقى الجو ده بقى يا جماعه يعني مش زي الستات، بس هعمل اكل حلو وصحي وهاكل. ماشي كده، خلصنا من حاجه. هنملى بقى ايه هنا ميه، هنملى هنا ميه عشان نسلقهم. وهنا البيض مجهزين اهو. طبعا انا مش هعمل كل البيض ده، اصل انا مش طفس يعني، هعمل برضه على قدي، بس انا ايه بجيب الحاجه بزياده وربنا يستر. بس والحله ديت تكون مش من اللي بتبوظ مش بتبوظ من الولعه، لان لو طلعت بتبوظ من الولعه من اللي هي بتسمر ديت هتبقى سنين ما يعلم بها الا ربنا. هيجوا يقعدوا يمسكوا في خناقه يقولوا انت مالك، قال يعني انت بتفهم في المطبخ، انت عمرك ما دخلت وهنسمع كلام ووش ودربكات. فربنا يسترها وتطلع الحله ايه الالمونيا ده. انا نقيت الالمونيا بعيد عن الحله الثانيه، ما اعرفش الاسماء طبعا، اعذروني ما بخشش المطبخ، بس ان شاء الله هتطلع اكله حلوه. هنا بقى قمت جاي ايه، جايب الحله اهو اوريها لكم. ان شاء الله انا هنفع في الاكله دي يعني. وطبعا هنسيب ايه، هنسيب هنسيب الميه تغلي بقى
والبطاطس تتسلق والبيض جاهز. وهنجهز بقى ايه شويه حبشتكنات كده، حاجات بقى مخللايه، طماطمايه، سكرايه، وانتوا بقى ان شاء الله هتشجعوني، انا واثق فيكم بعد ربنا، وهتقولوا لي انت مية مية وصرفت نفسك واكله صحيه ومية مية وما شمتناش حد فينا ووفرنا، ما رحناش جبنا اكل بقد كده من بره وقعدنا ناكل. لا، الايام دي عايزه الترشيد وفي نفس الوقت يبقى اكل صحي. ما تيجوا نشوف. كنت بفكر بقى اروح اجيب مخلل على ما البطاطس تتسلق، وبعدين قلت ايه، مخلل املاح وجنبي بيوجعني وانا مش مستحمل، فخلينا نكمل على اكل صحي صحي. فجهزت بقى. بصوا بقى، هنجهز شويه حاجات تريكيات كده صغيره بتدي طعم جامد جدا. ممكن ناس بقى كتير عارفه الموضوع ده. انا جبت 3 طماطمات وتفاحيه، 3 طماطمات وتفاحيه عشان انا هاكل لوحدي، فكده الاكل كده كمان كتير، فعشان ممكن ايه اتغدى واتعشى، او ممكن الحاجه تيجي دلوقتي يبقى الاكل جاهز. ما هو بقى الحاجه برضه تيجي من الشغل برضه مجهده، يعني بتبقى بصراحه مش مقصره معانا، بتيجي تجري على المطبخ تعمل الاكل لو ايه، لو ممير مش هنا. فانا بقى قلت بقى المره دي انا جاي بدري والمزاج رايق، ولازم نبقى برضه يعني في مسؤوليه برضه وفي مشاركه في الموضوع، فقلت اجهز انا النهارده. فهنجهز اكله سريعه زي ما قلت لكم ومش هطول عليكم. بقى نغسل طبعا كل حاجه لازم تتغسل كويسه مهما كنا واثقين من المكان اللي جايبين منه، بس برضه الافضل من وجهه نظري ان ايه، ان احنا نظبط كل حاجه ونغسل كل حاجه من تاني. برضه اللي بيمسك في يعني الموبايل ما بتروح تجيب مثلا الخضروات وكده والطماطم والكلام من ده، دي بتمسك وتنقي ودي بتمسك وتنقي ودي فيعني الاحسن يعني زي ما بقول لكم كده تغسلوا حاجتكم اول باول، ونبدا نقطعها شرايح رفيعه كده. بصوا بقى، قطعت انا الطماطم كده ايه شرايح صغننه كده اهي، ماشي مية مية زي الفل. وادي التفاح لسه برضو ما عرفتوش التفاح هنعمل بيها ايه، بس هقول لكم كل حاجه الاول واحده واحده كده. هنوريكم هعمل في الطماطم دي ايه تركايه كده هتحلي طعم ايه الطماطمايه وتخليها بدل المخلل، وبيبقى طعمها رايق. ده كل واحد له ذوق في الاكل، بس انا شايف انها بيبقى لها طعم مميز وجميل. هوريكم بقى التركايه اللي انا هعملها ايه. شيل بس التفاحيه كده دلوقتي عشان ايه مش وقتها، ونيجي بقى لنقطة التركاية. بصوا بقى، هنضيف ايه سيكة كده، سيكة مية، سيكة كده يعني مش مية سيكة كده يعني يا دوبك، بس ايه حاجة كده يعني حاجة قليلة في مية قليلة. ونجيب احنا عندنا دايما بنعمل ملح بكمون، احنا ملح على كمون وبيبقى مطحون ومتقلب في بعضه وبيبقى مجهزينه كده على طول يعني. ملح بكمون ده بيعمل ايه طعم ما اقولكوش. ونبدأ نرشرش تمام على ايه، على الطماطمايه كده، وبحيث ان الايه الملح كمان ينزل في الميه. كل واحد بيملح بقى حسب ايه، حسب ما هو عايز. يعني بتحب الملح كتير ماشي، في ناس ما بتحبش الطماطم اصلا. ماشي كده عشان ايه الملح برضو اللي بياكل ما تملحش على ايه على بقه قوي، ما يبقاش ملح يعني جامد يعني، فيتقلب في ايه سكه الميه، يبقى كده ايه ميه سيكه كده. والتركه الخطيره اللي محدش يعرفها اللي ممكن تضيفوا سيكه ملح، اسف غطيه اسمها ايه خل، غطيه خل، بس انا مش هضيف خل يعني خليها كده ايه في التمام كده. احنا ايه خلصنا موضوع الطماطم ومستنيين البطاطس تتسلق، ونعمل كمان البيضه نطقشهم. خليكم ما تستعجلوش يلا تعالوا ايه استنوا هنخش على طول. وهنا بقى كاميرا مش عارف مظبوطه كده ولا ايه، هنا بقى بعد ما عملنا البطاطس هنقشرها
طلعت البطاطس البطاطسات لما اتعملوا طلعوا كتير. وهناخد على قدنا وهنشيل الباقي وهنعمل البيض بقى. حطيت حته سمنه، يعني مش عارف حته السمنه دي برضه هتبقى كبيره ولا ايه، بتهيألي كده، بس هي حلوه مش كبيره بتهيألي. استنى بس تسحسنا كده، عشان برضه السمنه بتدي طعم للاكل يعني. ولازما تعملوها كده عشان الطبق ما يلزقش في الاكل. نبدأ ننزل بالبيضة. تعالوا بقى نكمل بقى بقيت هنهرس البطاطسايه ونهرسها في قلب البضايه، واوريكم بقى التجهيزات انا عملت ايه. ان شاء الله تكون تجربه حلوه ولقمه هنيه تكفي 100 وسهله العمايل وكمان صحيه. ودعمكم بقى وقولوا لي ان انا طلعت 100 وقد المسؤوليه. يلا تعالوا بقى نشوف الصينيه جهزت بقت عامله ازاي. وكده نكون جهزنا اكلتنا الجميله. بصوا بقى في جبنه، بس انا مش هحط جبنه، ممكن بقى حد يضيف جبنه بس انا مش هضيف جبنه، انا مستكفي بالبطاطسايه. طبعا شويه اسمه ايه، جرجير رايق مع الطماطميه المسكره مع خيارايه مع فلفل الوان، دي طعمه بقى في التحليه ولا تقول لي المخلل. ونهرس بقى وناكل، ويبقى احنا عملنا اكله صحيه ومش مكلفه، وفي نفس الوقت ما نحوجناش لحد، وعملنا اكلتنا احلى اكله. اللي يجي ياكل معانا يا جدعان ينورنا بالهنا والشفا. تعالوا كلوا معانا. اكل بقى وارجع لكم، بس عشان انا بحب اتفرج على التلفزيون وبحب اعلي الصوت شويه. بقول لكم كده تشجيع من النار، تشجيع من النار. واكل بقى وارجع لكم على خير. بس انا اكلتي طلعت 100 رايقه وبسيطه. بحبكم، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، تشجيع كده جامد، تشجيع من النار، تشجيع من النار. بحبكم، متنسوش الاشتراكات واللايكات والشير لو امكن. بحبكم يا احداث في الدنيا.